مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. فاز المنتخب المغربي لكرة اليد على نظيره الجزائري 28-27 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس الرئيس ببطولة العالم. وكان أسود متألقين خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت بقاعة أورلين أرينا بمدينة بوك في بولونيا برسم اليوم الثاني من منافسات كأس الرئيس لكرة اليد. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري 15-13 إلا أن المنتخب المغربي تمكن من قلب النتيجة في الشوط الثاني وحسم اللقاء لمصلحته. ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، وظل المنتخب الجزائري بلا رصيد في قاع الترتيب. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيلاقي في آخر مباراة له في كأس الرئيس منتخب مقدونيا الشمالية بعد غد الاثنين ضمن المجموعة الثانية للبطولة التي يتواجد فيها تونس والجزائر.